اخبارك ايه؟ كل سنه وانت حبيبي، طيب. كل سنة وانت طيب. رمضان كريم عليك وعلى كل انا ليا حبايبي. شويه تعليقات كده بسيطه كده على كلام حضرتك امبارح والنهارده. اتفضل يا تمام. باشا. اول حاجه يعني انا بس عايزك بس بالراحه على القطيع، يعني انا بصراحه يعني مقدر. انت مدمرهم، انت بجد مدمرهم يعني. يعني بصراحة يعني أنا زملكاوي أهوت وكده ودمي بيسخن يعني، فأنا عذرهم الصراحة يعني بجد والله. لا، ما هو انا فما تزعلش حاسس انا منهم حاسس يعني بيهم، أنت. والله حاسس بيهم. وبعدين يعني احساس صعب اما تبقى قاعد كده يا عيني، والله لا عايز لا، ترد. وبعدين انت عندك اسلوب والقاء وطريقه كده ما شاء الله، يعني احييك عليها يعني. حبيبي يا حسام، حبيبي ربنا يخليك. تاني حاجه امبارح انا كنت بتفرج على انا كنت معدي كده بالصدفه على قهوه كده ولقيت الزمالك بيلعب، فببص بتيكا لوك كده يعني على على الشاشه يعني. اه. فببص لقيت المهدي سليمان اتنين كورنر ورا بعض. انت فاهم ازاي؟ زي ما انت قلت امبارح بالملي، اقسم بالله العظيم. يعني احنا بينا حاجه لله كده مشتركه. اه. فانا عمال اقول لا، الكره سهله، هو بيطلع اللي جات فيها الجون، هو بيطلع الكره ليه؟ حبيبي يا استاذ يعني هو جابر، بيطلع الف الكره ليه؟ شكر. ما تمسكها يا عم، ده سهله. اه. واحد في ببص كده لقيت جون، الجون جه. فانت لما اتكلمت عن النقطه دي امبارح، هو حقيقي فعلا يعني. يعني هم مثلا اللي جايبينه واللي كده ما بيشوفوش يعني مثلا ان انت مثلا كل شويه تقعد تطلع له كورنر، كل شويه تقعد تطلع له كورنر. انا مش عارف. تالت حاجه تالت حاجة الشوبير واللي جان جمال أوراني النهاردة دفاع مستميت، مستميت عن الحكم وعن اتحاد الكورة وعن الرابطة انت فاهم ازاي؟ دي رسالة هم الصراحة ناجحين في ديت رسالة هم بيقدموها للخدامين والناس دي كلها، ان احنا في ظهركم، دوسم وافعصم واهرسم وما تخافوش من حاجة، احنا في ظهركم وبنغطي عليكم. انت واخد بالك؟ م-م. طبعا على الجانب الاخر من النهر يعني احنا زي ما انت قلت كده حسين لبيب. خلي بالك البيان بتاع حسين لبيب ده مش عشانه، ده عشان اللجان بتاعته. ايوه ايوه يعني ايوه. البيان بتاع النهارده هو عامله عشان اللجان بتاعته تاخده وتبروزه. ومن ضمن اللجان ديت في ولد اقرع كده للاسف الشديد، عامل فيها سوبر ستار للسوشيال ميديا الزملكاوي، عنده فولرز كتير جدا جدا. ده لما مرتضى منصور مشي كان بيتشنج وكان يعني النهارده كده يا جماعه لازم نقدر، لازم نقف ورا الفريق، لازم نبقى ورا النادي وفي ظهر النادي. وبيطلعوا بقى دلوقتي ايه في الميديا بتاعتهم، انت فاهم ازاي؟ اه. آه اخر حاجه بقى، في نقطه كده من شوبير واللجان بتاعت الاهلي زي البطرمان وعمري وشوبير والناس دي كلها، هم كلهم اقروا. وابراهيم المنيسي وعادل القيا والناس دي كلها كلهم اقروا بالجرم بتاع الجماهير بتاعتهم. تمام. كله. واحنا حذرنا واحنا قلنا ويا جماعه وانتوا بتدوهم هدايا مجانيه. تمام. وفي نفس الوقت بيعملوا حمله على الكاف ان مش هنرضى، هم بيحددوا العقوبات بمزاجهم كده. انت ايوه. فاهم ازاي؟ يا ابني ده في واحد اترمى عليه ازازه، اي نعم ما موتتوش، ده دي الوحيده تشطبك سنتين. عارف. يعني دي لوحدها كده، دي لوحدها لو حد خدها وراح الفيفا والله العظيم يشطبوا الاهلي سنتين مش ماتشين. يا عم ده احنا فيطلع بقى ماتش الاعلام اتعاد بتاعهم يقول عشان لك ايه، طوبة ده الولد بتاعت حسسنا انه زيمبابوي. خد رصاصه. ده احنا عشان طوبة بتاعت زيمبابوي جت في حد الماتش اتعاد بتاع السعود بتاع كاس عالم. انت فاهم ازاي؟ اسمه محمد شبانه يقول لك ايه، الولد ممثل قوي محسسنا انه خد رصاصه. يعني انت مستني ياخد رصاصه يعني انا عارف. عشان خاطر طلع عند قله ممتازه. طب ما شوبير قال قله ممتازه، وقبل كده يوم ماتش يوم كولر قال لك ده الصحفيين. وانتوا ده نسيتوا يا قال لك جماعه. ده مش جماهير الاهلي، ده قال لك مش جماهير الاهلي. امال قال لك جماهير ده قله مين؟ ده الاستاد ممتازه كله كان. ده المره دي مش مثلا مقتصر على التالتة شمال ولا التالتة. ده الاستاد كله كان بحدث. والله الاستاد كله. كل الدرجات بقى تانية وتالتة وأولى ومقصورة، ده بتوع المقصورة كمان كان بيحدفوا.
ده ضربوا لعبتهم ما كانوش يا عم ده ضربوا لعبتهم. ده في فيديو شفته عربيتين اسعاف واقفين تحت عمالين يحدفوا. طب يا عم وانت عربيه الاسعاف ده ماله؟ ده ما غلبان، ده ملوش دعوه، ده عمل ايه ده؟ وعمالين برضه يحدفوا عليهم ازايز. ده شغل قضاء، ده بقى مفيش تفكير. طب ما تحدف في لعيبه الجيش الملكي يا عم. الناس دي ذنبها ايه؟ بتوع الاسعاف دول ذنبهم ايه؟ اخر حاجه بقى يا استاذ احمد، انا نفسي انت تبنى الموضوع دوت. يعني هو ايه الحل بقى دلوقتي في الموضوع ده؟ يعني انت النهارده بتقول البجاحه. يعني شفت ماتش الكاس، انا بحييك ان انت علقت النهارده على حته ان هم قعدوا ماتش الكاس قدموه شويه يا باشا. اصل انا قلت اما نزلت المواعيد ما هو ما حدش خد باله يا حس ما حدش خد باله من النقطه دي. خلي بالك انا بحييك ليه 18 ليه 18 عشان يبقى بين، ما هو كان قبل القرعه عشان يبقى بين مباراتين اتوهوا. فانت النهارده طلعت لا عدل ارجع بقى يلا. طب تعالى حاجه بقى، شوف ماتشات الاهلي النهارده. منزلين جدول الاهلي النهارده طول شهر رمضان اقل مده 4-5 ايام. طبعا اقل مده بين الماتش طبعا موسع له الدنيا على اساس بقى ايه؟ ياخدوا راحتهم يعني. تمام براحتك. بس زي ما انت قلت كده هم برضو مطمنين ان انت عندك مجلس احتلال خونة نظام متآمرين. تمام. واخر حاجه برضك عشان ما انساش برضك، يعني انا بصراحه بحيي حضرتك جدا 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 على لايف امبارح ان انت ركزت على الاحتلال. هي فعلا اللعبه مكسوره والجماهير مكسوره والدين بسببهم، لا بسبب مستحقات ولا بسبب كذا ولا بسبب كذا. هو فعلا احنا مكسورين بسببهم، بسبب دول القهر. بسبب. السلام عليكم استاذ احمد. عليكم السلام. يعني بتجيلك من غريب اديك من عدو اديك عارف انه عدوك، انما دول المفروض ان هم اللي ماسكيننا. يعني المفروض ان هم بيتكلموا باسمنا يعني. لاحظت استاذ احمد النهارده للامانه كابتن رضا عبد العال طلع رد امبارح، وايمن يونس اول مره كان اخد حبوب الشجاعه بصراحه. يا راجل ايمن يونس يا دكتور رامي بلا ايمن يونس ايمن يونس بس والله كان اخد حبوب الشجاعه امبارح. هيهدى في رمضان هيهدى. عليكم السلام استاذ غريب. استاذ احمد عايز اكلمك فيها بقالي كذا يوم. اتفضل. ويمكن كان نفسي اتواصل مع حضرتك شخصيا. انا بس ادوني دقيقه واحده. اتفضل. ونفسي اتواصل مع حضرتك شخصيا، ان شاء الله حتى تبقى تبعت لي رقمك على الخاص بقى. حاضر. ابعت لي رساله وانا ابعت لك الرقم. حاضر. هقول لك يا استاذ احمد، وعشان برضو احنا في رمضان وفي شهر مفترض وانا يعني انت راجل فير للامانه. جون ادوار مظلوم. ويمكن هقول لك معلومه جديده ولسه وصلاني من كام يوم وكان نفسي اخش اقولها. انت عارف ان جون ادوار لحد الان ما خدش ولا مليم من النادي؟ بص يا دكتور رامي، انا هقول لك على حاجه. عبد الرحمن اسماعيل مديهم 600,000 جنيه من جيبه لحد الان. انا بقول لك والله عشان الانصاف والحقيقه. وجون ادوار عارف دلوقتي معاهم كبيره في نقطه بقى غريبه جدا، ان جون ادوار جاب اللعيبه دي ما معناها على ضمانته الشخصيه. طب يا جماعه فين الفلوس؟ مفيش فلوس. هقول لك على حاجه جديده كمان. كان في مدرب برازيلي المفروض هيجي يا استاذ احمد خلاص، واتفقوا معاه، والراجل ده قال لهم صوروا لي التدريبات وصوروا لي الدنيا والكلام ده كله، وكان منتظر يوفروا له شهرين اللي هم المقدم يا استاذ احمد. فين يا عم فلوس جون ادوار يا جماعه؟ فين الفلوس؟ لا حاضر. طب يا جماعه امتى الراجل؟ طب لا حاضر. وبعدين رضا قالوا شكرا. الراجل دوت البرازيلي ده اللي لسه ماضي من كام يوم مع فرقه دمشق السعودي على فكره، ده كان جاي الزمالك يا استاذ احمد. دول معلومتين انا بقالي فتره عايز اقولهم لك، لان بالامانه طلع جون ادوار مظلوم وده من جوه النادي. وعايز اقول لك جون ادوار عمولاته لحد الان سايبها للنادي فوق ال 10 مليون جنيه، وعبد الرحمن اسماعيل اللي هو مدير التعاقدات سايب لهم بتاع 600,000 جنيه. وللاسف هم مورطينهم لان هم جابوا اللعيبه دي بضمانتهم او على ضمانتهم بالنسبه للانديه. يا جماعه هناخد اللعيبه واحنا هنسدد لكم الفلوس على اساس ان ده هيوفر وهيديهم، وطلع في الاخر كله شكرا للاسف. بص يا معلومه استاذ احمد حبيت اقولها لحضرتك للامانه. اسمعني بقى. وانا كمان استاذ احمد عندي معلومه جديده. طيب ارد عليه بس يا فهد عشان ما نتشتتش. اول حاجه اللي انت قلته ده يدين جون ادوارد ما ينصفوش. يعني فكره ان انا رحت واتفقت مع مدير فني اجنبي وما وفرولوش اللي انا قلت عليه، وانا يمكن دي نقطه خلافي مع جون ادوارد. والله انا سلام عليكم انا متفق على 800 مليون. قالوا لي لا والله عندنا ظروف
هنديك بس 400 و400 بعدين. ال 400 دول مش عارف راسوا على 200، مش عارف منهم 135 جايين تبرعات مش عارف منين. فانا شكرا يا جماعه، انا راجل ليا اسمي وراجل ليا سمعتي وراجل داخل النادي ده باسمي وبسمعتي. شكرا يا جماعه، فرصه سعيده. سلام سلام، سلام عليكم. كده كان جمهور نادي الزمالك هيحترمه، هو الاول هيحترم نفسه، جمهور نادي الزمالك هيحترمه. انما انت النهارده عامل لي فيها شهيد وواقف لي في وش المدفع وعامل لي فيها حامل حمى. طب البس يا باشا، ما انت معلش يعني، ما هي كل حاجه لابساك انت. ما انا النهارده يوم ما هطلع بموسم صفري مين اللي هيشيل؟ ما انت المدير الرياضي. هيقولوا جون ادوارد مسك نادي الزمالك طلع معاه بموسم صفري. ما انا النهارده يوم ما اللعيبه ما تاخدش فلوس وده يأثر عليها نفسيا ومعنويا ويأثر عليها في الملعب وتفشل، ما الفشل ده في وش انا، لان انا اللي جايب اللعيبه. فانت راجل مش خايف على نفسك، انا هخاف عليك. دي نقطه. النقطه التانيه فيما يخص بقى هو خد ما خدش، دفع، اتبرع، الكلام ده الصراحه بقى انا ما عادش ايه بيدخل من هنا يطلع من الناحيه التانيه. والله هو الراجل اتبرع ب10 مليون، طلع لي يا باشا ما يثبت، سرب لي ما يثبت. ما انا مش هقول لك بقى ان انت حواليك كام صحفي وان انت حواليك كام لجنه مشغلهم، وانا انت راجل استاذ يعني. انت يا باشا اتبرعت للنادي ب10 مليون، ورقه تتسرب، ده عقود اللعيبه بتتسرب، ورقه تتسرب بالتبرع. الاخ عبد الرحمن اسماعيل متبرع ب600,000، ورقه يا باشا نزلها لي هشيلك على دماغي والجمهور هيشيلك على دماغه. انما كلام كده طق حنك في الهوا بدون اثبات، اسمح لي اقول لك ان الكلام ده معلش يعني مش هيدخل ذمتي، مش هيدخل ذمه اي حد مع احترامي يعني. ففكره بقى ان هو الشهيد وهو المتبرع والكلام ده انا مش هقبله يعني، مش هبلعه. انا قلت طيب استاذ احمد في معلومه جديده. استاذن الجماعه اللي مع حضرتك، هقول كلمه صغيره عشان ما اطولش على حضرتك. انا هعلق بس على نقطتين اتنين صغيرين قوي بالنسبه للمهندس عبد القاعد المهندس الزراعي، وفي دكتور عندهم اسمه دكتور محمد مش عارف اكد ايه. القاعد طلع يوم الخميس اللي فات مع المنيسي ويتكلم على موضوع رضا سليم لما بتاع الجيش الملكي، لما كان بيقول لهم سيبونا امشي لوحدي كده من غير ما اي حد يكلمني. ده القاعد اللي بيقول شوف عظمه وجمال النادي الاهلي، رضا سليم بيطلب ان هو يمشي من غير حمايه وبمجرد بص يا استاذ غريب، انت كده ما اتفرجتش. انا نسيت انوه ان في حلقه الخطين حمر نزل، انت كده ما اتفرجتش عليها، عشان الحته دي انا خدته كده وطلعته على المسرح تمام وظبطته احلى تظبيط يعني. نزلها منشور في صفحه حضرتك عادي يا استاذ احمد، نزلها في منشور عادي. انا عاملها في خطين حمر النهارده. اللي يضحك بقى الثانيه يا استاذ احمد، دكتور عندهم منزل منشور على صفحته بيقول ايه؟ بيقول الناس اللي بتدعي المظلوميه، النادي الاهلي لعب يوم الاحد اللي فات وهيلعب يوم الخميس اللي جاي، شوف الفتره قد ايه. الزمالك لعب يوم السبت وهيلعب يوم الجمعه، عشان الناس اللي بتدعي المظلوميه تشوفوا ازاي الاهلي بينظلم والزمالك سايبين له مساحه من يوم السبت لغايه يوم الجمعه. هو ما اتفرجش على ماتش السيراميكا ولا بص ماتش الثلاث يعني ناس بجد يا استاذ احمد، بجد يعني التعريج اللي في الجمجمه بتاعتهم ديت يكاد يكون متسطح خالص وملزوق في قاع الجمجمه، ما فيش عندهم. العيال دي بتطرمل يا استاذ غريب، العيال دي بتطرمل. شوف استاذ احمد في معلومه عندي اليوم انا لاحظتها. اول شيء كل عام وانتم بخير. كل سنه وانت طيب. في معلومه استاذ احمد، اليوم انا تابعت لجان اوراني لقيتهم كلهم بيهاجموا هبه. استغربت انا لما سمعت كلام هبه، لقيته يقول ان الاهلي بيدفع 3 مدربين غير المدرب الرابع اللي موجود، يعني 4 مدربين. كويس ولا لا؟
طلعوا قالوا دول مساعدين، الثلاثه دول مساعدين. طيب ما هو المساعد يعني لو فرضنا المساعد زي المدرب، ما هو تصرف عليه وهو في بيته، يعني نفس الحكايه، يعني هي مظبوط. فتاكيدا لكلامك اللي قلته من فتره طويله، اليوم اعترف فيه واحد من لجانهم يعني. ما هو خلي بالك ده العاده، احنا بنقول ويقعدوا يشتموا فيا وعلى البتاع ويركبوا الدائري، وبعد كده شوبير يطلع خلي بالك شويه كده هتلاقي عدل بتاعه ابراهيم المنيسي بيقولوا الكلام ده. السلام عليكم. بس سيد احمد هم في نقطه قالوها، ادانوا انفسهم، قالوا انه ما يصرف على المدربين، يصرف على المساعدين الثلاثه. طيب ما هو المساعد هو واحد من النادي، يعني كانك تصرف على واحد اجنبي في بيتهم جالس تصرف عليه، هي نفسها صرفت على يعني عذر احنا فعلا يعني. مصرف داري والناس الحلوه دي، ده في 2 3 لعيبه كمان نفس الاسلوب. 4 لعيبه، غير المدربين 4 لعيبه. اسمحوا لي بس اقول سلام عليكم واسلم على الاستاذ احمد واقول لكم كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم يا رب. حبيبي يا استاذ طارق، امين. السلام يا حبيبي. كل سنه وانت طيب يا احمد، وان شاء الله السنه الجايه يبقى نادينا يا رب من غير حسين فك لبيب. القيد يعني ان شاء الله. لا ان شاء الله السنه الجايه يبقى نادينا من غير حسين لبيب. ايوه ما انا بقول لك الحياه والاهداف بتتحقق واحده واحده يعني. ان شاء الله نكون فكنا قيد ونبتدي على 2030 كده ان شاء الله يبقى عندنا خاليين من القضايا ومن النزاعات، ويبقى ادونا ارض لا مثلا قبل كده يعني ان شاء الله يا رب. يا استاذ احمد انا عندي سؤال صغير قوي، 400 مليون اللي خدها مجلس الخراب الاسود على دماغنا، ودى الفلوس دي فين؟ اللي خدها من اسود على دماغهم هم بقى، على دماغنا احنا ليه؟ ايوه معاه، هم خدوا الفلوس دي ودوها فين يا احمد؟ 400 مليون ده مش رقم قليل. سددوا 450 سددوا 450 اللي كانوا اخدوهم من الارض من 800 مليون، سددوا منهم 450 على فكره. ايوه فين ال 400 بقى يا فندم؟ انا عارف، ما انا طب فين ال 400؟ هم كانوا خدوا 800 صح؟ ده دور عليه وردوا 450. طب فين ال 350؟ انت عارف المشكله في ايه يا استاذ طارق؟ انت عارف المشكله في ايه؟ ان انت مثلا هتتكلم هيقول لك ايه، ممدوح عباس بيتبرع، ومش عارف هاني شكري مش عارف اتبرع مش عارف عمل ايه، وهاني بيرزي مش عارف اتبرع عمل ايه. بس هي بتبرعوا يا استاذ احمد، والله بتبرعوا بس بياخدوها من الناحيه الثانيه. طب ما بيتبرعوا، طب وموارد النادي في ايه؟ تدور في الصفقات تلاقي جون ادوارد جايب كل الصفقات بتاعت الصيف دي احنا ما دفعناش فيها جنيه، لان كل الانديه شاكيه، كل الانديه اللي احنا جبنا منها لعيبه شاكيه. من النادي بتاع بازيرا شاكي، بتاع عدي الدباغ شاكي، بتاع ادم كايت شاكي، بتاع زفت صلاح مصدق شاكي، بتاع حميد معالي شاكي، كل الانديه اللي احنا جايبين منها لعيبه شاكيان. الله، امال انتوا بتتبرعوا؟ يا استاذ احمد، ما هو ده اللي قلته لك يا استاذ احمد من شويه، ان جون ادوارد هم دلوقتي جون ادوارد متورط معاهم ليه؟ طب الفلوس فين؟ الفلوس فين يا دكتور رام؟ الفلوس فين؟ طب انت ما دفعتش للانديه ولا بتدفع للعيبه، واللعيبه راحت فسخت عقودها، 2 فسخوا عقودهم والتالت انت لحقته بنتايج كان بيفسخ، يعني لا بتدفع لانديه ولا بتدفع مستحقات لعيبه، امال انتوا بتتبرعوا الفلوس لمين؟ طب هقول لك حاجه يا استاذ احمد، الميزانيه بتاعت العاب الصالات، فاكر حضرتك كنت بتناقشها؟ ميزانيه العاب الصالات 277 مليون جنيه على سوق الفلوس، بتتكلم فوق الربع مليار، وفي الاخر راح يقول جيب لك ايه؟ جيب لك مدير فني للطايره ويقول لك الترجوع المحترف الاجنبي بتاع فرقه الطايره. يا جماعه انت فرقه الكوره مش لاقي. سوري انا هسالك سؤال، هي العاب الصالات كلها انا اسف بتدخل كام للنادي؟ مليون؟ 2 3 مليون؟ ما جوش انا اسف فرده شنكار بتاعت لعيب اللي بيجيب المدخل للنادي من البطولات يا جماعه كره القدم، لا الطايره ولا السله ولا الكلام ده كله، ولا الكروكيه مثلا. لا الكروكيه بيجيب. ممكن اعمل مداخله؟ حسين السيد بيدفع الفلوس، بيدفعها بالجنيه المصري وبياخدها بالدولار. بيدفعها فين؟ انا عايز اعرف هم بيدفعوا الفلوس فين لمين؟ اسالهم بقى يا استاذ احمد، اسالهم يا عم. طب اقول لك حاجه قول يا استاذ سمير. الميزانيه التذاكر يا استاذ احمد تدخل نص مليون جنيه يا استاذ احمد. جمهور الزمالك اكتر جمهور بيحضر. التذاكر في ماتشات الاهلي مدخله 54 مليون وعندنا مدخله نص مليون. لو
56 ونص 56 ونص واحنا ما كملناش 5 مليون. تخيل. قول يا استاذ سمير اتفضل. شوبير لما طلع قال بيدفعوا مرتبات 4 مدربين وعبد القيع هيقول وكله هيقول، لان عارفين لو ما قالوش انت هتفضح الدنيا، عارفين ان كلامك في مصداقيه. عشان كده بقول لك ايه، اما احنا نقول احسن ما يتعلم علينا. ضحك. الحته الثانيه بتقول جمهور الاهلي اتمنع لاخر الدوري، لاخر دوري الابطال. ده الكلام جاي من المغرب، ده تقارير مغربيه. طيب خد دي بقى اهي. اول ماتش للزمالك في الكونفدراليه هيندس بعض الجمهور اللي هم الزمالكاوي 10 ولا 12 واحد، هيعملوا شويه شغب صغيرين قوي كده، يحاجوا مانعين جمهور الزمالك زي ده. لا بص يا استاذ سمير، دي بقت شغل عصابات كده. لا اصل ماتش الزمالك، لا اصل ماتش الزمالك كمان مش ماتش، ده بتلاعب فرقه من افريقيا، مش ماتش متوتر. جمهور الزمالك يعني كمان جمهور واعي يا فندم، وهم هناك. لا هناك اصل خلي بالك، ده جمهور الاهلي كان رد فعل على اللي حصل في اللعيبه هناك، يعني هم اللي حصل فيهم هناك كده اتحدفوا بازايز كلهم، فده رد فعل عشان المشاحنات اللي ما بين شمال افريقيا وما بين بعضها. انما احنا هنسافر اوتوهو دي الاول، هتلاقي اصلا الجمهور كله الجماعه الافارقه دول عمالين بيرقصوا مغلوبين 7-0 وعمالين بيرقصوا ويزمروا وخلاص، ولا في الدماغ اي حاجه. جمهور جميل يعني، في اي بلد افريقي دور كده هتلاقي كلها عماله بترقص، تتفرج تحس انهم كسبانين 9، تلاقيهم شايلين 7-8. احمد المشكله احمد ان بيشجعوا بظهرهم زي ناس بيعمل كده دلوقتي برضه يا احمد. عجبني الراجل المشجع اللي كان في المقصوره، اللي انت مجلس الاداره كلمتين بصراحه عبر عننا كلنا. يا استاذ سمير ما بيحسوش دول، لا ده خنازير دول. انا استاذنك استاذ احمد لان الوقت عندنا يختلف عنكم، احنا متاخرين الوقت. اتفضل. كل سنه وانت طيب يا فهد، كل سنه وانت طيب. وانت طيبين، وان شاء الله نفرح جميعا ان شاء الله في المباراه الجايه للزمالك ان شاء الله. ان شاء الله. تصبحوا على خير. انت من اهله حبيبي. انت في اللايفات في رمضان عندكم هتبقى توقيتها ايه؟ ما هو لا هيبقى هنأخرها شويه بقى عشان السحور وبتاع والسهره وكده يعني. والله احنا عايزين نعملها قبل الفطار يا عم. السحور والسهره يعني هيبقى في ان شاء الله، هيبقى في لايف. انا عندي الفطار هنا كمان ساعه ونص. خليها نفس المواعيد يا علام عادي، حلو الميعاد ده. ما هيبقى في لايف قبل الفطار ولايف بالليل ان شاء الله. اعمل حساب الناس اللي عايشه في اوروبا وفي امريكا يا احمد، عشان في فرق توقيت. احنا لسه بقول لك على الفطار ساعه ونص. طيب يعني ده بالنسبه لك وقت كويس تسلي صيامك قبل الفطار؟ ده جدا. ما طيب ما هيبقى ما زي دلوقتي، مش هتاخر عن 12. انا للاسف نمت شويه عشان اول يوم بقى انت عارف مفيش قهوه. فسنتحت شويه كده. بس انتوا ايه يا رمضان الاربع بقى كده مش الخميس؟ لا احنا رمضان النهارده اول يوم. اول يوم صحيح. يلا كل سنه وانتم طيبين. لا احنا لسه وانت بكره. بالصحه والسلامه. انا شفت ان انت منزل شوف يعني نمت وانا بسمع اللايف بتاع التيك توك امبارح بتاعك. بس انا شايف تحته في لايف انت بتتكلم فيه عن ابراهيم. اخي تجاوز الظالمون المدى. ابراهيم. فعايز اسمع بقى، عايز اشوف ده خطين حمر. لا ده الخطين حمر. الحلقه نزلت النهارده. ايوه متشوق نسيت انوه عنها. لا حلقه جميله فيها القيع والمنيسي، واي حلقه فيها القيع والمنيسي انا قلت اعملها قبل رمضان. يا تتوصى بالناس دي. انا عجبني يا استاذ احمد التقديمه بتاعتك لما قلت كويس ان النهارده مش اول يوم رمضان عشان اعرف انزل الحلقه دي. ايوه والله. نفتك بالله يا احمد ما يعني اتوصى بالناس دي على قد ما تقدر، لان دول يعني كلمه التدليس طلع يعني وصف. لا ده عدل القيع اللي طالع بيقول ده مدلسين وكذابين، اللي بيقول لك الاهلي هو اللي مزود اسعار الصفقات. ده اول ما ابتدى الحلقه حتى المنيسي قال له مين دول اول ما ابتدى الحلقه. فكر ان هو بيقول عليه. ايوه ما هو قال له الى المدلسين الكذابين ابراهيم، فقال له مين المدلسين؟ خلي الحبايه بتاعت اسمه ايه انت هتخرف ولا فؤاد المهندس.
قال لك هيلطش فينا. طب انا عندي سؤال بس بجد والله، لو انت لسه فاضي ليه شوبير دلوقتي بيتكلم بالاسلوب ده؟ هل اوفا حرب، لا حرب، مشاكل هناك؟ حرب مع جمال جبر، شوبير وجمال جبر. حرب مع جمال جبر. ايوه برافو عليك يا استاذ. عايز انبهك بس ان جميع المذيعين الرياضيين في مصر متابعينا. اللي خلى ركبت رضا بعلي